السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كسكسو ديال الشعير ولا ديال البلبولة، كل واحد شنو كيسميه. غادي تصوبوا الأخت ديالي لأنه كيجيها لذيذ بزاف. في برما دارت جوج بصلات كبار مقطعين وجوج مطيشات مقطعين، ودارت شوية ديال العويدات ديال القزبر مقطعين، لأنه كيعطي واحد اللذة زوينة. صافي هنا غدير واحد الحيمات، غدير اللحم ديال البقري. اللحم بطبيعه الحال كيبقى على حساب كل واحد شحال بغى يدير، على حسب عدد افراد الاسره. الا لقيتو ديروا لحم الراس كان احسن، لانها كتواتى بزاف مع اللحم ديال الراس. درت في التوابل، درت معلقه كبيره وربع تقريبا ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه كبيره مع عامراش يعني ممسوحه ديال السكنجبير، وملعقه ممسوحه ديال الابزار، والملح بطبيعه الحال كتبقى على حسب الذوق. غادي دير زيت البلديه، وغادي دير زيت المائده. نورمالمون حنا في الكسكسو ديال السميد ما كنديروش الزيت البلديه، ولكن كتجي زوينه في الكسكسو ديال الشعير. دارت ضامه البنه اللي بطبيعه الحال كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، ولكن راه كتزيد كتبنن هاد الكسكسو. اخر حاجه اللي غادي دير شويه ديال السمن، غير باش غادي تقلي، واللي تبقى من السمن يعني السمن الكثير غادي ديروه حتى الاخر هنا، غير باش هذيك العناصر تاخذ البنه ديال السمن. وغادي تمرق بالماء اللي كيكون طايب، يعني الماء طايب. علاش؟ باش ما كيعصاش هذاك اللحم، ما كيعصاش. المهم انا كنشارك معكم الكسكسو ديالنا، الكسكسو الدكالي على حقو طريقو هكا كنديروا ليه حنا. ما كنخليوش اللحم يطيب بوحدو، كيطيب وكنهزوه، لا يعني اللحم ولا سواء اللحم سواء الدجاج كنخليو داك اللحم كياخذ البنه ديال الخضره، والخضره كتاخذ البنه ديال اللحم، وراه ما كيجيش باسل نهائيا، بالعكس كيجي لذيذ، لا سواء اللحم ولا سواء الدجاج. هنا دارت داك الفول والحمص، وغتبدا تصوب في الكسكسو. هنا تقريبا عندها كيلو ونص ديال الكسكسو ديال الشعير، اللي غادي دير ليه قياس كاس ونص ديال العنبه ديال الماء. غير غادي تلبسو غير شويه بالماء، وغادي ديرو كيفور. هاد الكسكسو هذا صوبته الاخت ديالي، درنا واحد الكليسه في السطح وصوبته في السطح ديال الدار، واحد الجو في الحقيقه زوين بزاف. المطبخ المغربي ديالنا راه لا يعلى عليه، الثقافه ديالنا المغربيه كنظن هذا راي جميع المغاربه. الكسكسو ديالنا راه ماشي مجرد طبق وصافي، راه يعني كنتلموا على ديك القصعه ديال الكسكسو كل جمعه. يعني واخا كتاخذكم الضغوطات ديال الحياه، فضروري كنتلاقاو هذاك نهار الجمعه كنتشوفوا، فكيبقى ديما يخلينا نصيلوا الرحيم، نشوفوا بعضياتنا، نشوفوا الاهل ديالنا. يعني نحاولوا ما امكن نحافظوا على تقاليدنا وعاداتنا والاكل ديالنا. المهم هنا غادي دير كل شيء، غادي دير داك الكسكسو كيفور الفوره الاولى. هنا غادي دير صافي، غادي ترمي ديك الخطيره، غادي دير اللفت الحمار، اللفت الابيض، واللفت المحفور، وغادي دير الخيزو صافي. والحاجه اللي بغات ديرها وما توفراتش هي الخرشوف، كيجي لذيذ بزاف، كيعطي واحد البنه زوينه في الكسكسو. وغدير ليشو، وغدير واحد الباقه ديال القزبر ومعدنوس. صافي هذه هي بعد ما لبساتو بهذاك الكاس ونص ديال الماء، دارتو كيفور. غادي تغطي عليه، هنا راه فار. هنا تكون دارت واحد المقراج ديال الماء الطايب، غادي تخويه على هاد الكسكسو مباشره فوق الكسكاس. ضروري من هاد العمليه هذه، والا تكونوا مفزكينه من قبل. يعني الا كنتو عارفين راسكم غتصوبوا كسكسو ديال الشعير، تكونوا مفزكينه من قبل على الاقل بواحد المده ديال ساعتين، اولا ديروا ليها الطريقه هذه. هنا غادي تعاود تاخذ هذاك البول اللي كان عليه حاطه عليه الكسكاس وهي كتخوي في الماء، بطبيعه الحال غيكون تقطر في هذاك الماء غليان، غتعاود تخويه على داك الكسكاس من الفوق. هاد الكسكسو ما كنتش نهائيا كنفكر انني غادي نصورو، حتى بدات كتصوبو وانا نقول لها علاش
يعني نصوروش ونبارطاجيه نحطو في القناه ديالي. قالت لي لا انا غير زعما كنصوبو غير في السطاح وهذه. قلت لها شوفي انا غادي نبارطاجي مع الناس الطريقه ديال الكسكسو ديالك، يعني ماشي زعما ما غنبارطاجي معاهم شي حاجه اخرى، غياخدوا الطريقه والمقادير باش انت كيفاش كيجيك هاد الكسكسو وصافي. انا راه في التصوير ما غادي نبين حتى شي حاجه، يعني غادي نبين غير الكسكسو داكشي اللي كديري فيه انت، فما غادي نبين حتى شي حاجه. رغم انا بالنسبه لي يعني عادي الانسان يكون على الطبيعه ديالو، ولكن هي كتقول لك لا في داك المنظر ما غاديش يجي زوين، ما غاديش يشهي الناس الكسكسو. يعني البلاصه فين حنا كنصوبو في السطح وهذا ما غاديش الناس ما غاديش يتشهاو الكسكسو. انا قلت لها صافي غير انا راه غادي نحاول ما امكن انني غادي نبين غير داكشي اللي كنتي كتصوبي فيه. هنا بدات كتبردو بواحد الطبسيل، ما كتقدرش تقيس، يعني ما كتقدرش تحمل السخونيه ديال الكسكسو. المهم كتبردو بواحد الطبسيل بحال هكا، ودارت ليه بعد ما يعني تقطر من داك الماء الطايب، دارت ليه تقريبا قياس كاس ونص ديال العنبه ديال الماء بارد، وبقات كتضغط على داك الكسكسو، يعني كتورك على داك الكسكسو واحد شويه باش كتخدمو بحال ما هكا، غير بالتبصيل بحال هكا. اللي كيقد يخدم يديه ويحاول يخدمو بحال هكا، رغم انه راه ما كاينش فرق نهائيا بين اليدين وبين هاد الطريقه هذه. كيجي مفرز، كيجي كل حبه مفرقه على اختها، كيجي معلك في نفس الوقت، يعني راه ما كاينش نهائيا الفرق. ما جربتش لكم الطريقه باش كيفاش كدير كسكسو، يعني ما حاولتش نزرب في الفيديو باش تاخذوا الطريقه كامله، حيت اللي اهم المقادير هي الطريقه ديال كيفاش كنصوبوا هاد الكسكسو ديال الشعير. المهم هنا غادي دير الفوره الثانيه كتفور. غادي نقرب لكم باش تشوفوا كسكسو كيفاش داير، ماشي مجموع كيبان لكم مفرق. هذا الكسكسو الكسكسو يعني ديال الشعير راه مفرق، كل حبه مفرقه على اختها، ما مجموعش نهائيا. ما يعني كيبان لكم من هنا راه ناجح مزيان. هنا صافي خدات الكسكسو، ما غتبقاش صافي حدها الفوره الاولى اللي دارت الماء طايب. هنا غادي تبقى تستعمل غير الماء بارد. دابا غادي فور اخر فوره، يعني هي الفوره الثالثه. غادي دير الزيت وشويه الملح، وغادير ليه شويه ديال السمن. شوفوا الكسكسو كيفاش داير. من هنا كيبان لكم كيفاش الكسكسو. غادير الملح والزيت وكيف قلت لكم السمن. كيف قلت لكم هنا راه صافي يعني صافي هذه الفوره الثالثه والاخيره، وكي صافي كيتطلق معكم هاد الكسكسو هذا، ما كيبقاش نهائيا قاصح، كيجي هو هذاك.
هنا درت قبل ما ندير الفوره الثالثه درت مطيشه محكوكه كبيره، ودرت تقريبا معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. وغادي دير القرعه اللي هي القرعه الحمراء والقرعه يعني الكورجيت، وحتى القرعه الاخرى اللي كانت متوفره، هذيك القرعه اللي كتكون دايره حتى هي ديروها. يمكن سميتها القرعه الرطيليه، يعني ما كنعرف الانواع ديال القرعه، ولكن السميه المهم ما عرفتش السميه ديالها بالضبط. صافي هنا غادي دير الفوره الثالثه كتفور. صافي هنا غدير السمن. هاد السمن هذا راه مصوب ديال الدار، السمن اللي هو يعني شويه مجهد زوين، كيجي في الكسكسو زوين. صافي هنا راه كل شيء تقريبا وجد. شوفوا المريقه ديال الكسكسو كيفاش كتجي ملبيه وخاطره. وهنا صافي كل شيء وجد، الكسكسو فار، الخضيره وكل شيء طاب. هنا غادي تسكي مباشره، غتسكي بالطريقه اللي هي بلديه، يعني القصعه بلديه، حتى الطريقه ديال كيفاش صوباتو يعني بلدي، كيف كناكلو حنا في ديورنا كنكونوا مجمعين وكناكلو كسكسو. هاد الكيلو ونص راه ما هدرتوش كامل، يعني خلينا منه ضروري الصيكوك. المهم هاد الكسكسو راه كيجي بنين، نتمنى انكم تجربوه. والاقتراح ديال اليوم اللي شاركته معكم يعجبكم. تلاقاو فيديو جديد، بسلامه.